السلام عليكم. انت كبرودكت يو اكس اي ديزاينر لازم تاخد بالك انك مش بتصمم لنفسك، انت بتصمم لشخص تاني خالص. هتقول لي يعني ايه يا حجاج؟ هقول لك ببساطه يا صديقي، البيرسونا هي النسخه الخياليه من العميل الحقيقي، بتخلينا نعرف هو مين وايه اللي محتاجه وايه مشاكله اليوميه. يعني مثلا لو بتصمم شوبينج اب، مش هتفكر انت تحبه يكون عامل ازاي، لا هتركز على جويريه لسه راجعه من الشغل وما عندهاش وقت تدور كتير وعايزه تعمل اوردر في دقيقتين قبل ما تلحق عيالها. ولو مثلا بتصمم بانكينج اب، ممكن بيرسونا تانية يكون معاذ موظف في شركه بيفتح التطبيق بس عشان يحول فلوس بسرعه ومن غير لخبطه. البيرسونا هنا بتخلينا نتعامل مع كل تفصيله في التصميم كاننا بنشوفها بعيون المستخدم مش بعيوننا احنا. الفايده الكبيره بقى مش بس ان المستخدم يحس ان المنتج معمول عشانه، لا ده كمان بيخلي البيزنس يكسب. لما العميل يلاقي استخدام الاب سهل وسريع وبيحل مشاكله، النتيجه هنا انه هيرجع يستخدمه تاني. ودي بالنسبه لك وبالنسبه للستيك هولدرز يعني كونفرجن بلس ريتنشن اعلى، يعني بيساوي ربح اكتر. يعني البيرسونا ببساطه بتخلينا نسمع صوت المستخدم حتى لو هو مش قدامنا. فالمره الجايه ان شاء الله قبل ما نديزاين لازم نسال نفسنا المستخدم بتاعنا محتاج ايه، مش احنا عايزين ايه.